الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. اليوم نحن على قمم جبال الأوراس التي تعد قلعة من قلاع ثورة التحرير المباركة، التي تعد من بين الحصون ومن بين التضاريس التي احتمى بها المجاهدون. فبالضبط إذا أردنا أن نحدد الموقع الجغرافي لجبل شيليا نقول عنه هو جبل يقع في شرق الجزائر في حدود ولايتي باتنا وخنجلة، بالضبط بلدية إشمول بلدية إشمول تابعة لباتنا، وبلدية بوحمامة ويابوس بخنجلة. ويبلغ ارتفاع قمة رأس كلثوم حوالي 2328 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو يمثل أعلى قمة بجبال الأوراس. فجبل شيليا في الجزائر هو ثاني أعلى قمة جبلية في الجزائر بعد جبل تهات في الهوغار، تهات أتاكور في الهوغار، وقمته كانت دائما مغطاة بالثلوج بانتظام. وللأسف الشديد حاليا نلاحظ في فصل الخريف ومع بدايات فصل الشتاء غياب الثلوج، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير وأن يرزقنا الثلج ويرزقنا المطر لكي يكون عام خير على كل الجزائريين. وهو معروف أيضا بنمو شجر الأرز، هذا الشجر النادر الذي يكثر خاصة في لبنان، وأيضا يكثر في هذه الجبال بالجزائر، وهو شجر نادر جدا. من الناحية التاريخية يا إخواني، الأوراس كان يعتبر في الثورة منبعا للأبطال والمجاهدين، فقد صال وجال فيه المجاهدون الذين قارعوا العدو وهزموه، بل تغنى به كثير من الشعراء، حيث يقول أحدهم: وبدا من الأوراس ماردنا كما يبدو لدحر النائبات قضاء، متفجر البركان محموم الذرى تذري الجندي أطرافه الهوجاء، وغيرها من الأشعار المختلفة التي تغنت بالأوراس الأشم، الأوراس الشامخ. فقد كان شامخا سامقا عاليا، وكان تلك الأرض كانت رحما ولودا، أنجبت لنا الرجال والأبطال والحرائر من النساء الذين قارعوا العدو وجرعوه من مرارة الهزيمة كرات وكرات ومرات ومرات. وبالتالي حق لنا أن نفتخر بهذه المنطقة العظيمة، منطقة الأوراس. وما أدراكم ما منطقة الأوراس؟ وبالضبط في هذا المكان المسمى حنبلة كان يتم رمي المجاهدين وهم أحياء، من طرف الأيادي الحمراء، لأن الفرنسيين جاءوا من أجل تطبيق كل السياسات الترهيبية في حق الشعب الجزائري، بداية ما حدث من جرائم في المقاومة الشعبية، وما حدث من جرائم في الحركة الوطنية، وما حدث من جرائم في ثورة التحرير المباركة. باختصار أقول أن هذه الجبال، جبال الأوراس، أنجبت الرجال والنساء الذين حملوا المشعل وبلغوا الأمانة وأدوا الرسالة. هؤلاء الرجال كانوا أبطالا بحق، ونذكر على سبيل المثال مصطفى بن بولعيد، وهو أشهر من نار على علم. هذا مصطفى بن بولعيد كنقطة مختصرة في حق شخصه وحق سيرته وما
يعني تداولناه من شهد لمن عاصره أنه كان لا يضيع صلاة الفجر. مصطفى بن بولعيد رحمة الله عليه أسد هذه الجبال، أسد الأوراس مصطفى بن بولعيد. وأختم أن هذه الثورة التي اشتعل فتيلها من هذه الجبال وعم كل الجزائر أنها ثورة شعبية شارك فيها الشعب الجزائري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، أو كما قال الجنرال جياب عندما زار الجزائر في عهد الرئيس السابق الهواري بومدين أن الثورة الجزائرية تعتبر أعظم ثورة. لماذا تعتبر أعظم ثورة؟ لأنها الثورة الوحيدة في التاريخ التي نقلت العمليات العسكرية من أرضها إلى أرض فرنسا، باعتبار أن فرنسا ولاية سابعة. يعني والله مناظر وتضاريس هنا توقن بأن المجاهدين اندمجوا في هذه الأرض واستطاعوا أن يهزموا، لا أقول فرنسا وحدها، استطاعوا أن يهزموا ويعفروا كرامة الحلف الأطلسي كله في الأرض. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع.